يا ويلي شو طيبة، ريحة الشام وطعمة الشوارع القديمة، وأهم شيء إنه بتنعمل بأبسط طريقة. هاي ما اشتقتولي؟ أنا اشتقت لحالي عن جد. في أكلات ما بتقدم، وكل ما بناكلها بنرجع هيك لورا شوي لوقت ما كنا صغار. واليوم رح نعمل وحدة منهم، تماري كعك، أكلة شامية كتير قديمة بس بتدوب وبستاكلوها. أول شي بدنا نبلش ب3 كاسات طحين فوق رشة ملح صغيرة، معلقة حليب باودر، وهلا شوي شوي بننزل عليها المي، لا تستعجلوا عليها، يعني شوي شوي على رواق نزلوا. وهلا وقت الرياضة بنبلش نعجن لحتى نوصل لهذا القوام الطري والحنون، وهيك بس نوصل لهون بنريحها شي 10 دقايق لطلوع تنفاسها. وهلا بعد ما ارتاحت عنها بنبلش نقطعها على كرات صغار صغار مثل لما كنا نشتريها من عند البياع. طحين على الطاولة شوك بإيدنا وبنبلش بنفردها مثل الخبزة، شغلة بسيطة بس ريحتها بتشل. وهلا بنجيب ملاية مهضومة وبنغمرها بالزيت، وهلا بدنا ننزل بالعجينة بس انتبهوا ما بدنا نحمرها، يعني ما بده يطلع لها لون، نص دقيقة على كل وجه، يعني شوفوا كيف ما بدها تشقر من تحت، بس هيك وبنقلبها. اكيد ما تنسوا تصفوها من الزيت منيح. وهلا عنا احلى فقره، فقره الحشوه. اول شي بدنا دبس تمر، بعدين طحينه، واكيد ما بننسى السمسم، واهم واخر شي موزه محترمه، موزه محترمه مو تعبانه ها. وهلا بس لفوا لي اياها، وهلا اللمسات الاخيره سووا لي اياهم هيك مثل الجبل، وزينوا لي اياهم من فوق بالدبس ورشه سمسم، واكيد ما بننسى الثلج فوق الجبل يعني سكر بودره. وما بننسى نقول بسم الله. جربوها ورجعوا اكتبوا لي بالتعليقات شو صار فيكم. بحبكم كتير كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.